السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادنا اللي داخلين أولى ابتدائي، ولادنا اللي المفروض ياخدوا الحاجات دي في الأجازة. طب يا ميس إيمان، هو ابني كده هيدخل أولى ابتدائي عارف كل ده؟ لا، هو المفروض يعرف ده في أولى ابتدائي، الحاجات دي هياخدها في الصف الأول الابتدائي. واحنا كأمهات بنحب ندي في الأجازة أو نبدأ في الأجازة مع أولادنا، فعايزة أقولك إن ده المنهج اللي المفروض بنت حضرتك هتاخده. المنهج في الصف الاول الابتدائي الترم الاول والترم الثاني في اللغه العربيه هتاخد اول حاجه المذكر والمؤنث، زي كلمه فاطمه وكلمه خالد. هنا مطلوب مني ان ابني لما اجيب له كلمه او بنتي اجيب لها كلمه فاطمه تقول لي ده مذكر ولا مؤنث، والتحويلات حول من المؤنث للمذكر والعكس. بناخد التاء المربوطه كلمه مدرسه، وهنزل لكم فيديو مخصوص ان شاء الله، والتاء المفتوحه برضو هنزل لكم نفس الفيديو عن الاثنين، الفرق بين التاء المربوطه والمفتوحه، وخاصه في الاملاء، لان عارفه ان في ماما بتقول لي يا ريت المس تنزل في الاملاء. حاضر، هنزل لكم والله فيديو مخصوص التاء المربوطه والتاء المفتوحه وازاي نفرق ونملي ولادنا بيها. ولازم انت كمعلمه نفس الحوار تفرقي جدا جدا، وما تعرفيش من دول وتاخدي درس جديد غير لما الطالب يكون عارف كويس الفرق بين التاء المربوطه والمفتوحه، وكمان بيتملى كويس ويفرق بينهم في الاملاء. بناخد بعديها ياء الملكيه، ودي بتقعد بالظبط ياء الملكيه اسبوعين. خلي بالكم المذكر والمؤنث هو اسبوع عشان مش كتير يعني. التاء المربوطه والمفتوحه دي بتقعد معانا شهر كامل لانها من اصعب دروس التاسيس. ياء الملكيه بتقعد اسبوعين. هنا باخد بقى آلة تعريف، وآلة التعريف دي بتقعد معاكي اسبوع، ما فيهاش حاجه خالص، درس بنحط الالف واللام الدرس وتفهميه فتحه سكون. بناخد ضمائر المتكلم اللي هي انا ونحن، وبناخد ضمائر الغائب اللي هو هو وهي، المخاطب انت وانت.